السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان اليوم جايبت لكم المضفورة. آم، طعمها خطيرة جدا جدا، وحاجة معسلة في رمضان مش هتقدروا يعني تستوعبوا الطعمة بجد. رغم ان مكوناتها بسيطة لكن طعمتها رائعة. نجول المكونات 4 دقيق نبو كشكين حليب نيدو، نبو ظرف بيكنج باودر، ظرف فانيليا، وملعقة خل، وكوباية إلا ربع زبدة سايحة، ومية زهر حسب العجن. نجي هنا كيلت ال4 كبابي دقيق، هنحط عليهن باكل بيكنج باودر، وهنحطه باكل فانيليا، وبعدها نحطه الحليب النيدو أو حليب المجفف، أي نوع حليب مجفف، ونخلطهم مع بعض، ونحط كشيك الخل، كشيك كبير خل، ونحط الزبدة. هنا ممكن بيدك تبسيها نين يقعد كيف الكسكسية، قاعدة تبسي الزبدة مع الدقيق. لكن إذا ما تقدر، إذا ما عندكش الآلة هذه في العجانة، أنا طبعا عندي الآلة هذه نحطها نين تبسس يقعد كيف الكسكسي. فاللي ما عندهاش عادي باليد، ممكن هي تندار باليد بكل سهولة. توا واه شوفوها كيف تم شكلها تم كيف مبسس. تو نقرب الكاميرا، شوفوها شكلها كيف مبسس. مكوناتها سهلة جدا جدا، ما فيهاش كثر مكونات، وما فيهاش يعني شغل واجد، شغلها بسيط بس على اللي يده يتعود عليه. طبعا نحط الخاطف بتاع العجانة، ونقعد نزيد في مية الزهر شوية شوية. طبعا هي خذت كوباية إلا ربع معايا مية زهر، لكن ما دخلهاش ما نقدرش نعطيكم قيس المية بالضبط. انتوا حطوا المية نين تصير معاكم العجينة ماسكة يابسة، يعني ما نبوهاش عجينة رطبة، نبوها يابسة. طبعا نحنا هنا هنقطعوها، هنقطع قطع متساوية، تكون كل قطع كل وحدة تطلع لي طرفين مضفورة. اهو توا كل قطعة من هذه تطلع لي 2 مضفورة. طبعا نبو ماكينة الرجدة أو ماكينة الفرد بتاعة المكرونة، فأنتوا شوفوا يا إما ضروري منها الماكينة، بدون ماكينة ما يصيرش. هنا نبو نشا للفرد، أهم حاجة هنجيبوا نشا، هنفردوها فردة بسيطة بالضرابة، وبعدين نمشوها على رقم 4 في الماكينة بتاعة الفرد، على رقم 4 كويس. لو في تختلف بس سمكها تو تشوفوها على الكاميرا، هذا السمك اللي نبوه، لا هي غليظة بكل ولا هي رقيقة. أهم حاجة إن تكون من عند الأطراف طول واحد، ما يقعدش مقوسة تقويس، طول واحد. توا نبو الجهة الرقيقة بتاعت المكرونة أو الرجدة اللي نديروا عليها في الرجدة المبوخة، فنحطوا نشا مرة أخرى. أهم حاجة النشا، كل مرة حطوا نشا، ما تنسوش النشا، أهم حاجة. هننزلوها قبل ما تنزل على الأخير، نمسكوها من آخرها هيك عشان نقدروا نشكلوها الضفيرة، لأن الضفيرة ما تتشكلش في الأرض، تشكل بيدك، يد تمسكي بيها ويد تضفري بيها. هذه تبي شوية خدمة، يعني مرة مرتين هتلاقي يدك متعودة عادي كأنك تضفري في شعر بنتك عادي جدا، يعني ما هيش صعبة. لكن هي في الأول هتحسيها صعوبة، العجينة يابسة هتمشي معاكي بكل سلاسة، مش هتتعبك. هنا شوفوا ضفرتها مظبوط. ونبو طبعا بياض البيض كنت حطيت له فانيليا عشان نلصقوا به الكعكات بتاعت المضفورة. أنا عامة لما نشتغل نضفرها كلها مع بعضها، وبعدين نبدأ نقص وندير الكعكات بتاعتي. فهنا ما بديش نسرع الفيديو، خليت عليه مهلة باش تشوفوني كيف نضفر. حاجة تانية، إن هذه ممكن تندس بدون عسل في حفاضة لمدة أقل حاجة شهرين. لو إنك عسلتيها تندس في الحفاضة في معسلة، في الفريز عادي لمدة حتى أكثر من شهرين، ما فيش أي مشكلة. ففي الحالتين هي ما ترطبش لأنها عسلها لازم يكون كيف عسل المقروض. ردوا على العسل المقروض وديروا كيف ما أنا كنت دايرته بالضبط. أنا ما درتلكمش العسل، أنا كل وحدة هن 2 نقيسن على بعضهن باش يطلع نفس الطول ونفس الحجم، ونقطع بيدي بكل سهولة، لأن العجينة على فكرة سلسة جدا تنقطع معاكي، ماهيش مش شادة. فريتوا كل 2 كملوا كل الكمية كلها، وبعدين أبدوا اقلوا، يعني مش مضطرين إنكم تديروا تقلوا، لأنها البيكنج باودر ما يأثرش عليها مهما قعدت.
فأنا ديما نكمل في الكمية كلها وبعدين نبدأ نقلي. هنا سكرناهن، تقدروا تديروا الكمية زي ما قلت لكم الكمية كلها وتخلوها على جنب. طبعا ضروري بياض دحي، ما ينفعش إلا بياض دحي عشان تسكر مظبوط. ونوطوا الزيت بتاعنا على نار هادية، ما نبوش نار عالية. وانتبهوا هنا مظبوط لما تحطوها ما تقلبوهاش على طول، قلبتوها تفتح معاكم الكعكة ومش مش هتتسكر، هتقعد مفتوحة هيقعد منظرها مش حلو. فتحطيها وتخليها تستني عليها نين يشقر لونها شوية، يقعد لونها بس أشقر، ووقتها تقدري تقلبيها. بس ما تقلبيهاش نين تحمر من الجهة الأولى وبعدين هتحمر جهة ثانية. وحاجة ثانية زي ما قلت لكم نار هادية عشان تطيب من جوا وتقعد متقرمشة. لو نار عالية هتحمر بسرعة من برا وهتقعد من جوا كيف العجينة، يعني ما استفدتيش حاجة. فنحن ومش ضروري تعسليها على طول، يعني عسليها امتى ما تبي. العسل يكون دافي عادي، وكل ما يعني ما يكونش حامي وما يكونش مسقع، يكون دافي عادي. هنا وطيت صفاية عشان نحط فيها شيء كان فيها زيت يطلع، وممكن منديل. هنا ريتوا اللون أشقر، كل ما يطلع لونها أشقر كل ما أحلى، بس على نار هادية. خذت وقت معايا لكن طلعت في الأخير منظرها روعة جدا جدا وحلوة جدا في رمضان وفي المناسبات تقدروا تقدموها. وصدقوني مكوناتها مش غالية وبسيطة وتطلع لكم كمية كويسة وبالصحة عليكم، وكل عام وانتم بخير. واتمنى نكون فدتكم بشوية معلومات. وأي سؤال اكتبوا لي والمقادير هتلقوهن نوتة بصندوق الوصف